عاوز بقى تدي نفسك باللي في رجلك، عاوز تربي نفسك صح، روح دور على عباده النفس مالهاش فيها حظ. عشان كده تلاقي نفسك على تنشط للعباده اللي ليها فيها حظ. يعني ليه فيها حظ؟ يعني هتتشاف فيها، هتسمع كلمه حلوه، فتلاقي العباده دي سهله عليك، للنفس فيها حظ. العباده اللي النفس مالهاش فيها حظ تلاقيها ثقيله عليك. ولذلك من اصول التربيه عندنا انك تربي نفسك بتلك العبادات اللي النفس مالهاش فيها حظ، والا انت كده ما بتربيش نفسك. ما هي نفس تحب الثناء وتحب ان تتشاف كويسه، فانت بتربي نفسك ازاي؟ لا، قول لها لا تعالي لي بقى هنعبد ربنا عباده ما حدش هيعرف بيها حاجه. عشان كده اول ما تعمل كده تلاقي نفسك عماله ايه، يعني عاوز اي حد يعرف باي طريق، حتى من غير ما تتكلم. تلاقي واحد صايم ماشي ايه مطاطي راسه كده وعامل ليه عشان يسال يقول لك تقول اصل صايم ليه. بصوا اللعبه النفس عاوزه الحظ. شوفوا بقى اللعبه، تلاقوا العباده اللي المفروض النفس مالهاش فيها حظ، الشيطان يدخل والنفس تدخل تخلق لنفسها حظ في العباده. زي ما قلنا لكم من شويه كده، ايه قايم الساعه 3 الفجر هتصلي، ايدك على طول تجري على الموبايل قيام الليل رحمكم الله. عارفين ده ايه؟ ده حظ النفس. الحركه اللي انت عملتها دي اهو ده حظ النفس. لا يا شيخ ده انا بحث غيري ومش عارف بتحث غيرك. طب اول ما هتسلم السلام عليكم السلام، هتروح تجري تعمل ايه؟ تشوف جاب كام لايك وكام شير ومين علق، مش كده؟ يبقى انت بتحث غيرك برضو ولا نفسك؟ عارفين مشكلتنا يا جماعه ان احنا جاهلون بتلك النفس التي بين جنبينا، ما احناش عارفين انفسنا.